السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة اسم القناة. اليوم سنناقش أحدث أخبار الذكاء الاصطناعي ونتعرف على كيفية تأثير هذه التقنيات على حياتنا اليومية. في مقدمة هذا الفيديو سنتحدث قليلا عن ماهية الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع الحوسبة يهتم بإنشاء أنظمة قادرة على إجراء آلات معقدة والتي تتطلب عادة استخدام الذكاء البشري. هذا يشمل التعلم الآلي، والتعرف على الأنماط، والتحكم في الروبوتات، وغيرها. الآن، دعونا نتحدث عن تطورات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. في مجال الصحة، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية، وتحديد الأمراض، وتطوير علاجات جديدة. في مجال التعليم، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أنظمة تعلم تفاعلية، وتحليل أداء الطلاب، وتطوير برامج تعلم شخصية. وفي مجال الأعمال، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وتحديد الفرص التجارية، وتنفيذ عمليات تلقائية. كما أن الذكاء الاصطناعي يستخدم في مجال النقل لتحسين سلامة المرور، وتنظيم حركة المرور، وتطوير وسائل نقل ذاتية القيادة. إلى القسم التالي، سنناقش الابتكارات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي. واحدة من هذه الابتكارات هي تكنولوجيا التعلم العميق، والتي تمكن الأنظمة من التعلم من البيانات الكبيرة وتحليلها وصنع قرارات دقيقة. كما أن هناك ابتكارات في مجال الروبوتات، حيث تم تطوير روبوتات قادرة على إجراء عمليات دقيقة وتفاعل مع البشر بطريقة طبيعية. وفي القسم الأخير، سنناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورا هاما في تحسين حياتنا وزيادة إنتاجيتنا. كما أن هناك فرصا كبيرة لتطوير تطبيقات جديدة في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والأعمال. ولكن هناك أيضا تحديات يجب مواجهتها، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وضمان أمان البيانات. وفي الختام، أريد أن أخبركم أن الذكاء الاصطناعي هو مجال سريع التطور، ويحتاج إلى متابعة مستمرة. أتمنى أن أكون قد قدمت لكم معلومات قيمة ومثيرة، وأتمنى أن تتابعوا قناة اسم القناة لمزيد من الفيديوهات الشيقة والمفيدة. شكرا لكم على المشاهدة، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة.